تست تست تست. قال الصوت المرة الأولى كان سيء، فإحنا نحاول جاهدين إحنا نصلحنا الأخطاء. يا الآن شكله كويس، صوت المكيف ظاهر. السلام عليكم يا أخي، كيف حالك؟ كيف أنت؟ الله يعطيك العافية. يا أخي كنت أشتري منك خدمة بسيطة جدا، ولو إني بكلف عليك يعني إن شاء الله أنها تكون خدمة بسيطة وما تتعبك نهائيا ولا بتاخذ منك أي وقت. طيب أخي تفضل، إيش في نفسك؟ شوف والله العظيم أنت يعني تعتبر من الناس الرهيبين، وأنت علم على رأسه نار، ويعني صيتك معروف، وأنت إنسان كيف أقول لك يعني بس أنت إنسان رهيب، أنت إنسان أثرت فيني جدا. بس نشتي منك تصميم، يعني أنت من المصممين الرهيبين اللي طيب يا أخي مالك؟ صلي على النبي، اهدى، ليش تبكي؟ حبة حبة فهمني الموضوع. تشي مني تصميم، قل لي إيش التصميم وأنا حاضر. ما فيش داعي للدراما هذه والأحزان. إيش فيك يا أسير الأحزان؟ أنا أسير الأحزان. يا حنان. أسير الأحزان. حبة حبة. طيب يا أخي تفضل، هذه التسعيرة، وإن شاء الله يعني تشوف فيها الشيء اللي أنت تشوفه. طبعا يروح يشوف التسعيرة صاحبنا وما تعجبوش، والرجال هو يعني معطيه سعر معقول، ما نقولش انه سعر اوفر. مش لهذه الدرجة مكلف $100 على التصميم، صلي على النبي يا اخي. يا اخي تصميم بسيط. المهم، وعلى هذا المنوال كم يا ناس تلاقيهم في طريقك إذا أنت لديك عمل شخصي، سواء كنت مصمم أو مصور أو فويس أوفر أو مونتير أو مخرج أو رسام أو أي شغلة من هذه الشغلات، أنت بتحصل هذه العينة في طريقك. عزيزي طالب العمل المعين، في فرق بين أنك تطلبني أني أشتغل لك عمل بسعر قليل، وفي فرق بين أنك تهدم في هذا الجهد وتنزل من كل جهودي وتقول يا أخي هي حاجة بسيطة، هي كم صورة على كم فيديو على كم كذا، ترتبهم في المونتاج تحطهم جنب بعض وخلاص يا أبو صالح. لا، مش هكذا. تجي للفويس أوفر يا أخي هو تسجيل صوتي، سجل وهذا ما بياخذش منك. ليش الدقيقة $50؟ إيش أنت صوتك إيش؟ مش هكذا. فالصبر ثم الصبر ثم الصبر. ومن خلال هذا الفيديو بنحاول نفهمهم شيء بسيط. في كل عقد في 3 أركان، الذي هو التراضي، العاقدان، الشخص الأول والشخص الثاني، المعقود عليه اللي هو محل العقد. احنا ما بنتكلمش عن هذه الأشياء، بنتكلم عن أول ركن الذي هو التراضي، الإيجاب والقبول. أنا هنا جاء مني إيجاب وجاء منك قبول. أنا قلت لك يا أخي العزيز سعري $100 على التصميم، أنت قلت لي تم. هنا اكتمل أول ركن. أنت قلت لي ما تمش، خلاص توكل على الله، انتهينا. كفى الله المؤمنين شر القتال. الفئة الثانية من الناس الذين لن أستطيع أن أوصفهم، يجي يقول لك يا أخي السلام عليكم، الله يعطيك العافية، إحنا موضوعنا جدا 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 يعني بسيط، والأمانة هو الشغل أغلبه تطوعي وما فيش ميزانية، فممكن تشتغل لنا، تجي توثق لنا الحفل. أنا كمصور أتعاطف مع الموضوع وأقول له أبشر من عيوني، حاضر، أنا أجي أوثق لكم الحفل، دام الموضوع فيه تطوع وما تطوع عادي نحتسب الأجر، وعمل يجيب عمل. تروح متحمس اليوم الأول، توصل يا عزيزي على تجهيزات وترتيبات، إنما إيه، فتكمل توثق كذا، فتجي وجبة العشاء، تشوف المفاطيح تمتد وتشوف كذا نظرة، تقول هذا العمل اللي ما فيش فيه ميزانية، كان بتغدوهم ولا بتعشوهم دجاج؟ العبد الفقير إلى الله هذا تحاسبوه حق جهده وتعبه. عاد في نهاية الحفل يقول لك الأمانة شكرا لك، شكرا جزيلا، يعني بدونك ما كانش بيتم الحفل ولا كان يتم الموضوع الفلاني. للأمانة جدا 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 ممتن لك. ايش اعمل انا بالشكر؟ اوكي الشكر ممكن يفرحني، بس انا تعبت، كسر ظهري يا استاذ، ان انا اقتسم لك وقت من يومي، ان انا اقتسم لك جهد من نفسيتي، فهذا كله يعني قد تجي الفلوس. شكرا، الحمد لله، بعد التعب هذا حصلنا مقابل. والأمانة من هنا أنا أشتي أوصل يعني بعض معاناة أخواني المصممين. عزيزي طالب التصميم الذي لا تعرف أيش المراحل التي يمر فيها التصميم. التصميم يمر بداية بفهم فكرتك المعينة، إن أنا أعرف أنت إيش تشتي، جهتك إيش تقدم، بعدين إعداد للفكرة، بعدين أجلس أسوي عصر أفكار عشان أجيب أشياء تليق بعملك، شيء من ألوان، من يعني أشكال محاكية لعملك المعين. فأنت لما تجي تهدم جهدي هذا كله وتقول يا أخي هو كم مربع على كم دائرة على كم، ممكن هنا تجي لي يعني صدمة،
ممكن تجي لي جلطة قلبية، يعني ممكن أنا أموت وأنت هكذا تتكلم. فلا تتكلمش أنت مش عارف. فقس على ذلك أصحاب الشغلات الأخرى جميعها. احنا بس مسكنا المصممين لأنهم أكثر الناس يعانوا. فأعزائي الكرام، إذا كنتوا تطلبوا أشياء من ناس، عرفوا أني مثل هذه الشغلات هي في ناس تعتبرها مصدر رزقها يعني، وفي ناس يعني تدرس مثلي أنا وماخذ هذه الشغلة يعني يمشي فيها حاله ومصدر رزق له. في ناس ما تدرس وبس جاء عشان هذا الشيء الفلاني، مكرس وقته وجهده عشان هذا الشيء. فأنت يا أخي خلاص هات في الشيء بلاش، عاش كل شيء بلاش. عاد ولا أصحاب البلاش ثانيين. الأصحاب صاحبي وحبيبي، لا تحرس الشخص الفلاني وتقول له يعني تجي له من باب اللي يا أخي إحنا أصحاب، يا أخي عيب، يا أخي عيب، استحي تأخذ مني فلوس وأنا طيب أنا ممكن أشتغل لك تصميم الأول، تصميم الثاني، ها بس لما يكثرين التصاميم وأنا تصميمي هذا بيفيدك وبيكون في لك عائد مادي فيه وبسببه، يا أخي اللهم ارزقني وارزق مني لو سمحت. فكان هذا موضوع بسيط جدا وشي في قلبي من فترة وشفت معاناة الناس عليه. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم انشروها عشان الناس يعرفوا ويعوا حجم هذه المشكلة الكبيرة. تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا عندكم أي مواضيع تحبون نتكلم عنها اكتبوها في الوصف تحت، ولا راسلوني في مواقع التواصل الاجتماعي. أشوفكم على خير.